واثقين انكم هتعيدوا مقطع الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي اكتر من مرة، الا اننا بنقول لكم ان الرئيس الفرنسي متأكد ان اشرف حكيمي عمل كده. ولكن يا جماعة، اللي حصل كله والبنت قالته عمالة تقول، قالوا ان انا شفت اشرف حكيمي وعارفه ان هو لاعب كرة قدم مغربي مشهور، وقلت له ان انا بحبك جدا وعايزه اتعرف عليك. وبالفعل دعاني اشرف حكيمي لشرب فنجان قهوه في منزله، ورحت بالفعل معاه علشان نقعد مع بعض شويه. لاحظت ان هو بيحاول الاعتداء عليا جنسيا. البنت اللي قالت الكلام ده بالفعل، وقالت أنا بالفعل هربت منه وما حصلش اعتداء ولا حصل أي حاجة خالص. ولما جريت بعد كده رحت عملت فيه زي ما بنقول عندنا هنا محضر في أقسام الشرطة، وأبلغت عن أشرف حكيمي بالفعل. ولكن كاغتصاب هو ما اغتصبهاش وما عملش أي حاجة من دي، محاولة يعني من محاولات يعني زي ما بنقول كده التحرش مش أكتر. وهربت البنت من أشرف حكيمي، ولكن المحكمة أمرت بالقبض على أشرف حكيمي واتهمته عمدا بتهمة الاغتصاب، إن هو اغتصب فتاة واعتدى عليها بالفعل جنسيا. الموضوع ده عمل أزمة كبيرة في المغرب طبعا بعد أزمة الفنان الكبير سعد المجرد. طبعا المعلم سعد المجرد، وحصل المشاكل كبيرة بسبب الموضوع ده. وسعد المجرد قال أنا ما عملتش كده أبدا وما اعتدتش على البنت اللي هي ظاهرة قدام حضراتكم دلوقتي، مع إن البنت بتطالب بحقها اللي هي بتقول عليه من 2016. ناس كتيرة بتقول إن أشرف حكيم ما عملش كده، وناس تانية بتقول عمل كده، ولكن العلم عند ربنا سبحانه وتعالى.